وبعدين انا عايز افهم يا جماعه نفسيتكم بتسوق ازاي بس وانتوا بتاخدوا بال 3 4 مليون جنيه في الشهر؟ امال احنا نعمل ايه؟ يعني انت لما يبقى مرتبك 3 مليون جنيه ولا مليون جنيه، يا عم نص مليون جنيه، يعني هنقوله اقل لاعب في الاهلي، اقل لاعب الفئه الثالثه بياخد 300 الف جنيه في الشهر. لما تبقى بتاخد 300 الف جنيه في الشهر ونفسيتك مش كويسه، مين طيب هيبقى نفسيته كويسه؟ جمهور الاهلي المفروض نفسيته تبقى عامله ازاي؟ الموظف الغلبان اللي شغال في مصلحه حكوميه ولا في شركه قطاع خاص بيشتغل 12 ساعه في اليوم، نفسيته المفروض تبقى عامله ازاي؟ يا جماعه انتوا بتاخدوا فلوس عشان تلعبوا كوره، انتوا بتاخدوا فلوس عشان تمارسوا هوايتكم، انت بتاخد فلوس عشان جسمك وصحتك تبقى كويسه. لو ما ركزتوش والتزمتوا دلوقتي هتركزوا وتلتزموا امتى؟ كده كده لعيبه الكوره بتبطل في سن ال 36 37. لو لعيب فيه رمق شويه، وطبعا مش بتكلم عن شيكابالا، شيكابالا ميت من 10 سنين فاتت، لو لعيب فيه رمق شويه بيكمل لل 40. عندك انت هتخش ال 40 وانت صحتك صحه واحد عنده 25 26، فاضل في عمرك لسه فيه 20 30 سنه يا باشا، زيط فيهم وروح الساحل واعمل كل اللي نفسك فيه، اخربها، محدش هيبقى ليه حاجه عندك، وهتبقى عملت فلوس تكفيك وتكفي احفادك. لكن وانت بتلعب كوره بتاخد فلوس عشان تمارس هوايتك، عربيه بتاخدها من النادي، بيت بتاخده من النادي، بتاخد فلوس عشان صحتك تبقى كويسه. فبصراحه الوضع لا يبشر باي خير ولا يبشر باي شيء كويس.